إنه المستفيد هو الرئيس أو أقرباء الرئيس، وهذا غير صحيح، فهم خاطئ جدا. المستفيد من هذا القانون هو مبادرة خليجية مشكورين عليها، والمستفيد منها كل من عمل مع الرئيس خلال فترة 33 سنة، سواء في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية أو الأمنية. إذا وجدت أخطاء، قد تكون أخطاء غير مقصودة. أما الرئيس فهو عنده حصانة من شعبه الذي أفنى حياته خدمة لهذا الوطن، لا مطمعا في جاها ولا في كرسي ولا في مال، ولكن خدمة لهذا الوطن في مجال التنمية وبناء اليمن الجديد، بناء يمن سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من مايو. هذا ما كنت أطمح عليه، أني أقدم نفسي لهذا الوطن وأنا أقدم خدمة لهذا الوطن. جاءت هذه الخدمة يعني في مجال التنمية، في مجال البنية التحتية، في مجال استخراج النفط والغاز والمعادن، وعلى رأسها وهو أهم إنجاز في حياة علي عبد الله صالح هو إعادة وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 90. هذا أنا أعتبره هو تاج على رأس كل اليمنيين عندما تحقق هذا الإنجاز التاريخي الذي كانت هناك فرقة أكثر من 135 سنة تشطير، كان ظلم الإمامة في الشمال وظلم الاستعمار في جنوب الوطن، وكانت الإسرة اليمنية مرتبطة ببعضها البعض رغم وجود الاستعمار ووجود الحكم الكهنوتي في شمال الوطن، ولكن كان اليمنيين مرتبطين ببعضهم البعض في شماله وجنوبه. ولذلك جاءت الوحدة نتاج طبيعي جدا، ما بش أي مشكلة. أنا أقول بهذه المناسبة، وأنا قد وقعت على رحيل علي عبد الله صالح من رأس السلطة في الرياض على المبادرة الخليجية، وأوكلت كل صلاحياتي إلى نائب الرئيس الدستورية، ويتحمل المسؤولية حتى يتم انتخابه في 21 فبراير. وأدعو من كل أبناء الوطن الالتفاف معه والتعاون معه ومع حكومة الوفاق من أجل مصلحة الوطن لإعادة ترميم وإصلاح ما دمر خلال 11 شهر، إعادة ترميم وبناء ما دمر خلال 11 شهر. أما بالنسبة للسنوات القادمة فسيكون للنائب الرئيس برنامجه الرئيس المستقبلي ومع حكومته. نتمنى أن يقف الجميع إلى جانبه، لأنه وقفتم إلى جانبه وإلى جانب الحكومة هو وقفة مع الوطن، هو وقفة مع شهدائنا، شهداء سبتمبر وأكتوبر، الشهداء الذي كانوا ضحية ما يسمى بثورة الشباب والاعتصامات التي حدثت خلال 11 شهر. لا داعي أن يسترسل في هذا الأمر. 11 شهر قطعنا الطرقات وقطعنا الشوارع وطفينا الكهرباء وفجرنا أنبوب النفط. هذا ثورة الشباب، وسرقوها، هذه سرقوها كانوا محسوبين على المؤتمر الشعبي العام، وخرجوا من المؤتمر الشعبي العام فاسدين، وخرجوا إلى ساحة الاعتصام وطلعوا منتصرين. الآن مسكوا حكايب سياسية. ندع هذا جانبا ونرمي هذا التاريخ وراء ظهورنا. وأدعو الجميع وأوجه الجميع من هذا المكان وإلى جانب قيادة المؤتمر، أوجه الجميع، أوجه أبناء الوطن، أبناء سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين أن يلتفوا حول بعضهم البعض، وأدعو إلى المصارحة والمصالحة ما عدا ما يخص الإرهاب. الإرهاب هذا له وضع آخر، لكن مصارحة ومصالحة من خلال المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية في إطار مؤتمر وطني عام، أن يتصالح الناس، وأن تنتهي المظاهر المسلحة، وأن تفتتح الطرق، وأن تنتهي المظاهر العسكرية والميليشيات، ونبني يمن جديد. جربنا مساكين الشباب 11 شهر في
في الاعتصامات فيها شباب ارجعوا إلى مساكنكم، أعودوا إلى بيوتكم، أعودوا إلى أسركم. 11 شهر، لو فرضنا 11 شهر أنتم ثورة الشباب، كم حقيبة دبلوماسية سياسية؟ الوزارة من 33 وأنتم حوالي 10 إلى 15,000 إلى 20,000. كم حتكون وزراء؟ 20,000 30,000 وزراء ومؤسسات. تعبتوا، وأنا أشفق عليكم وأقول عودوا إلى مساكنكم وتبدأوا صفحة جديدة مع القيادة الجديدة. نحن في المؤتمر الشعبي العام أدعو كل قيادة المؤتمر وأعضاء المؤتمر وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى الوقوف وقفة جادة أمام الانتخابات الرئاسية القادمة في 21 فبراير، وأن يبذلوا كل قصارى جهدهم، وأنه مش إنجاز لعبد ربه منصور، إنجاز لكل اليمنيين، إنجاز لكم يا مؤتمريين إن أنتم حققتوا هذا الانتصار الديمقراطي. أدعوهم إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع دون تباطؤ. صناديق الاقتراع هو انتخاب واستفتاء على مرشحكم، هو مرشح الوفاق، لكن هو مرشحكم كمؤتمريين. ونحن نعرف لأنه قد جربنا التنسيق مع بقية الأحزاب في انتخابات سابقة، يقولون سنرشحك وسنقف إلى جنبك، لما نجي نكشف على الصناديق كلها تطلع فالتو. فلكن أنا أعول على المؤتمرين أن تكون صناديقكم مملوءة بكروت الاقتراع، أنتم وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. أشكر شعبنا رجالا ونساء على الوقفة الصامتة وعلى ما تحملوا خلال 11 شهر من جوع، من انقطاع تيار، من فقدان العلاجات، من أشياء كثيرة. وأنا أحيي هذا الشعب الصامد، الشعب البطل، الشعب المناضل، شعب سبتمبر وأكتوبر. أحييكم وأطلب العفو من كل أبناء الوطن رجالا ونساء. إذا كان هناك قد حصل قصور أثناء فترة ولايتي 33 سنة، فأطلب المسامحة والاعتذار من كل المواطنين اليمنيين واليمنيات. وعلينا أن نهتم بشهدائنا وجرحانا. ومرة ثانية أنقل كل التحايا إلى كل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع، وادعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء. أنا سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعود إلى صنعاء رئيس للمؤتمر، وننصب الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيسا للدولة بعد 21 في دار الرئاسة، ورئيس السلام الوطني والنشيط الوطني، ونجيب كبار المسؤولين، وفي داخل قصر الرئاسة، ويستلم سكن الرئاسة، وعلي عبد الله صالح يأخذ شنطته ويودع ويذهب إلى مسكنه. هذا ما هو البروتوكول الذي احنا نعمله. فتعتبر المسؤولية موكلة إلى الأخ عبد ربه منصور، وأعلن من هنا تقديرا واحتراما ومكافأة لوقوفه ولصموته، أعلن ترقيته إلى رتبة المشير.